مرحبا بكم مجددا معنا. في هذا الفيديو سنتحدث عن الفلسفة الإسلامية. إذن الفلسفة الإسلامية هي في حد ذاتها فلسفة تشكل مرحلة ثانية من مراحل تاريخ الفلسفة بعد الفلسفة اليونانية، وهي فلسفة مستمدة من الثقافة والحضارة الإسلامية التي تهدف إلى تقديم تصور حول الكون والخالق والإنسان والمعرفة بشكل عام. إذن فالفلسفة الإسلامية تشكل كل الإبداعات الثقافية والفلسفية عند المفكرين المسلمين عموما. إذن العوامل المساهمة في ظهور الفلسفة الإسلامية تتمثل أساسا في التأثر بالفكر اليوناني وكذلك الترجمة، حيث لعبت الترجمة دورا كبيرا في ظهور الفلسفة الإسلامية. وعندما نتحدث عن الترجمة فنحن نتحدث عن ترجمة الكتب اليونانية، خاصة فلسفة أو كتب أفلاطون وأرسطو. إذن التأثر بالفكر اليوناني والعمل على ترجمة الكتب اليونانية ساهم في ظهور الفلسفة الإسلامية وتطور الحضارة الإسلامية في مختلف الميادين الفكرية والعلمية عموما، كالطب والفلك والفلسفية والأدبية. إذن أبرز القضايا التي عالجتها الفلسفة الإسلامية تتمثل أساسا في إشكالية إثبات وجود الله، وكذلك إشكالية العالم بين القديم والحديث، ومشكلة النفس الإنسانية هل هي خالدة أم لا، إلى غير ذلك من الإشكالات الأساسية التي اهتمت بها الفلسفة الإسلامية. إذن السؤال الأساسي في الفلسفة الإسلامية وهو كيف عالجت الفلسفة أو الفلاسفة المسلمون إشكالية العلاقة ما بين الفلسفة والدين، ما بين الحكمة والشريعة، ما بين العقل والنقل. إذن تعتبر إشكالية الحقيقة غاية كل معرفة، وكان السؤال في حد ذاته عن الحقيقة من أوائل الفلاسفة، وقد سعى الدين أيضا لأن يصل بالإنسان إلى الحقيقة. فمن أوجه التشابه بالفلسفة والدين هو السعي للحقيقة، وإذا كان هذا التقاطع حاصل بين كل منهما فهل يمكن أن تتعارض الفلسفة مع الدين؟ إذن هذا السؤال كان موضع نقاش أو موضوع مطروحا عند الفلاسفة المسلمين عموما. إذن من أبرز الفلاسفة المسلمون نتحدث عن الكندي، وهو أول فيلسوف عربي مسلم، وكذلك الفارابي، ابن سينا، إخوان الصفا، والغزالي، ابن باجة، ابن طفيل، وابن رشد. إذن فالكندي قلنا هو أول فيلسوف عربي مسلم حاول التوفيق بين إشكالية العقل والنقل، ما بين الحكمة والشريعة. الفارابي هو الآخر حاول التوفيق ما بين الفلسفة والدين، وأكد على وحدة الحقيقة ووحدة العقل البشري. إذن الحقيقة والعقل البشري يمثل حقيقة الكل يسعى إلى بلوغها. وكذلك الفيلسوف ابن سينا الذي يقول بأن غاية الفلسفة هي معرفة الله، فالشريعة كالفلسفة مضمونها الحقيقة، أي أنها تسعى إلى بلوغ الحقيقة. ابن رشد حاول التوفيق ما بين الدين والفلسفة، ويؤكد على أنهما أختان شقيقتان، فالحقيقة واحدة لا تتجزأ، وكل ما هنالك أننا نسعى إليها من زوايا مختلفة ونفسرها من جوانب متعددة، حيث يؤكد ابن رشد على أن الفلسفة والشريعة كالأختين، ومن المستحيل أن يهبنا الله عقولا ثم يبعث لنا شرائع مخالفة لها، فالاختلاف ظاهري يكون فقط عن طريق الوصول إلى الحقيقة وليس في الحقيقة نفسها. إذن فالفلسفة الإسلامية عموما عالجت
علاقة الفلسفة بالدين من خلال التوفيق ما بين الحكمة والشريعة، على اعتبار أن الحكمة تدعو إلى التأمل والبحث عن الحقيقة، والدين حق، فالحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له، على حد قول ابن رشد. إذن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له، على حد ابن رشد، لأن ابن رشد في حد ذاته يقول في كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة، عمل على التوفيق ما بين الفلسفة والدين، ما بين الحكمة والشريعة، ما بين العقل والنقل، حيث يقول أن الله لا يمكن أن يعطينا عقولا ويعطينا شرائع مخالفة لها. فالفلسفة في حد ذاتها هي النظر في الموجودات من حيث دلالتها على الصانع، أي أنها بحث عقلي في الكون، بينما الدين هو مجموع الحقائق التي أوحى الله بها للأنبياء. إذن تتفق الفلسفة مع الدين حسب ابن رشد في الموضوع، وهو معرفة الله، معرفة العالم، معرفة الإنسان. إذن المعرفة العامة التي تتفق فيها ما بين الدين والفلسفة هو البحث عن الحقائق أو الحقيقة. إذن فالفلسفة بحث عن الحق، والدين حق. إذن فالحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له. إذن معنى عبارة الحق لا يضاد الحق أي أن الحقيقة الدينية في حد ذاتها لا تتعارض مع الحقيقة الفلسفية، لكون أن الكل يسعى إلى بلوغ الحقيقة، وهي حقيقة الله والعالم والإنسان. إذن فالفلسفة يقول ابن رشد هي صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة لها. إذن الفلسفة الإسلامية عملت على التوفيق ما بين الحكمة والشريعة، باعتبار أن هناك تكامل فيما بينهما من أجل بلوغ الحقيقة أو الحقائق عموما. إذن قلنا بأن الفلسفة الإسلامية في حد ذاتها عملت على التوفيق ما بين الفلسفة والدين. إذن كان هذا كل ما يتعلق بالفلسفة الإسلامية. شكرا لكم ومع السلامة.